مربة المانجا كتير مننا ما يعرفهاش ولا عمره عملها قبل كده. بجد نوع مربى تحفة، هتنفع بقى في سندوتشات المدارس، جميلة جدا وطعمها لذيذ. لو جربتوها هتعتمدوها وتعملوها كتير. اول حاجة بجيب المانجا بغسلها كويس واقشرها، اي بقى نوع مانجا عندك، بس يا ريت المانجا ما تكونش فيها الياف كتير. وبقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده، وبعدين بوزنها. كل كيلو مانجا له نص كيلو سكر او كوبايتين ونص لو هتعيري بالكوبايه. اي فاكهه بعملها بوزنها بعد ما بقطعها. اي فاكهه بعملها بتبقى نص كيلو سكر لكيلو فاكهه، وبقلب السكر فيها بالشكل ده وبسيبها مش اقل من ساعه. المانجا السكر بيدوب فيها بسرعه، مش محتاجه تقعديها من بالليل وما تقعديهاش وقت طويل. وبعد كده بحطها في الحله وبرفعها على النار واحط لها بقى نص معلقه صغيره ملح ليمون، ده بيحافظ عليها ان هي ما تبص، وكمان عود قرفه، وبسيبها تغلي. اول ما تغلي بشيل الريم من عليها، ده مهم جدا انه يتشال عشان بيخلي المربى نقيه. وبعد ما المربى بتغلي كويس وشلت الريم بنزل بنص ليمونه، بس كيلو الفاكهه له نص ليمونه. وممكن ان انا ازود ملح الليمون رشه كمان صغيره وما احطش ليمون خالص. وبقلبها فيها كده واسيبها بقى لحد ما تعقد معايا. المانجا مش بسيبها تستوي الاول، لا، عشان هي ما بتاخدش سوا. وبشوف العقد بتاعها كويس، بحط نقطه كده في الطبق وبقى بعمل بصباعي كده، لو ما راحتش لبعضها يبقى كده المانجا خلاص مظبوطه معايا. بطفي عليها بقى واسيبها تبرد، وبعبيها في العلب اللي انتوا شايفينها دي، بتبقى جميله. بدخلها الفريزر وبستعمل علبه واحده بواحده كده في التلاجة، لما تخلص اطلع غيرها، وبتبقى معايا بالشكل ده. بجد تحفه، جربوها مش هتندموا.